قوامها كله متماسك، كريمي جدا واخده طعم الشوكولاته. تعالى بقى اما اقول لك عملتها ازاي. خدت 100 جرام من البن الهندي الارابيكا اللي في رابع درجات الوسط، هيديني طعم الشوكولاته وريحته ريحه الفروت كده. وبعدينك رحت خدت 75 جرام من البن الهندي الروبستا اللي كانوا كافيين جدا يظبطوا لي قوام القهوه ويخلوا الشاي تقيل زي ما انت شفتها كده، ونزلت بيهم في قلب الطبق. وعلشان اخلي القهوه كريمي جدا وتدوب في بقك خدت لها 75 جرام من البن البرازيلي. وكده احنا خلصنا الربع كيلو. تعالوا بقى نحوجه مع بعض. ولو انت من عشاق البن المحوج حط له 10 جرام من الحبان او الهيل، وكسر واحده من جوز الطيب ونزلها في قلب الخلطه. ولان بحب ريحه الورد في القهوه فاضيف شويه ورد كده. وكده الريسبي كله خلص والربع كيلو جاهز على الطحن. تعالوا نروح نطحنه. وهنا بعد ما طحناه شكله حلو جدا، درجته اول درجات الوسط كده، فهيطلع معاك في الفنجان كريمي ومايل لطعم الشوكولاته شويه. وتعالى نعبيه في العلبه الجميله دي كده ويلا بينا.